دكتور، هل فعلا تجربة تربية الأطفال طلعت صدمة؟ لا، مش صدمة خالص، مش صدمة خالص. مين قال كده؟ إيه يعني الجواز كمؤسسة ناجحة بتكمل لما ربنا يكرمك يبقى عندك أطفال. استحالة تقولي إن الأطفال دولت صدمة أبدا. بقى كل عيل من عيالي ليه حكاية وليه رواية وليه تفاصيل وليه ديتيلز. أنا ببقى مستمتع جدا مثلا وأنا بوديهم مثلا المدرسة، مستمتع إن أنا أعرف أصحابهم، مستمتع إن أنا أعرف درجاتهم، مستمتع إن أنا أعرف هواياتهم، هم بيلعبوا إزاي، عايزين إيه. لا طبعا، مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك إن تربية الأطفال ديت صدمة؟ لا لا خالص، بالعكس. يعني بصي، احنا ممكن ننجح، ممكن اكون دكتور مشهور وشاطر والكلام ده كله، بس لو انا في بيتي مش ناجح، صدقيني النجاح بتاع الدكتور دوت هيروح بسرعه. يعني ما هو في الاخر انا النهارده دكتور مشهور ومعروف والعيانين بيشكروا فيا وبيقولوا فيا شعر، بس ممكن بعد فتره العيانين يقولوا فيا كلام وحش، وده ممكن يحصل عادي. يعني مفيش واحد مننا بيفضل طول حياته ناجح في الكارير بتاعه فور ايفر، دي استحاله. ولكن النجاح الحقيقي اللي هيفضل معاكي بقى هو اسرتك. ما هو انت النهارده لما هتتجوزي بعد كده في اطفال، فالاطفال دي انت هتربيهم كويس، فالاولاد هيكبروا فهيتجوزوا، يبقى عندك احفاد، فيبقى انت لسه متذكره فكره ان انت عيالك عاشوا ازاي. لما ربنا مثلا يأذن والواحد خلاص يموت، احفاده هيفتكروا جده كان شكله ازاي، واولاده نفسهم هم بيتكلموا عن ابوهم كان علاقتهم بيهم ازاي. لا طبعا، تربيه الاطفال دي شيء ممتع. يعني برضه ديت برضه من الحاجات اللي دايما معظم الشباب فاكرينها غلط، ان تربيه الاطفال دي حاجه مزعجه والكلام ده كله. مفيش حاجه في الدنيا حلوه غير لما تتعبي فيها. يعني ما تتصوريش ان انت هتعملي حاجه ممتعه من غير تعب. ده لو انت هتروحي تتفسحي فسحه في الساحل هتتعبي من مشوار رايح راجع عشان تتبسطي. طب فتخيلي انت بقى هتعملي بيت وهتعملي اطفال، والاطفال دول هيكبروا ويدوكي ذريه والكلام ده كله، فانت لازم تتعبي، لازم تبذلي مجهود. مش هتاخدي بنفت الحقيقيه الا لو بذلتي مجهود. طبعا علاقتي باولادي كلها يعني علاقه ممتازه، مش باولادي بس، باولادي وزمايل اولادي. يعني لازم ابقى عارف مثلا علي مثلا ابني الكبير مين اصحابه ومين دول، يعني هم عارفيني. مش فكره ان انت تبقى بالنسبه لك مثلا عندي اولاد، عندك ايه، عندي كذا وكذا وخلاص وشكرا، في سنه كام ربنا يبارك. طب وانا مالي؟ فكره بقى لو انت قصدك بقى اللي هي الديتيلز الداخليه بقى، مثلا مذاكرتهم الحاجات ديت، طبعا والدتهم هي اللي بتبذل معاهم مجهود اكبر، وده لان هي ضحت بمستقبلها الطبي، ووالدتهم دكتوره، قابل ان هي الاولاد يتعلموا بشكل الطف او يبقوا احسن او الكلام ده كله. يعني نادرا ما تلاقي حد بيضحي بمستقبله الوظيفي او الكلام ده كله في مقابل ان هو يربي عياله، ولكن هي اللي هي كده. يعني الفكره هي ضحت فعلا بده في مقابل ان العيال يتربوا. ولكن برضه في الاخر انا برضه ستيل موجود، يعني كبقى دعم نفسي، كدعم تربوي، الكلام ده كله موجود. مش لازم اقعد اذاكر فروم اي تو زد، ولكن في الاخر برضه انا عارف هم شغالين ازاي وهم بيتعلموا ازاي والكلام ده كله. في المدارس بتاعت اولادي هم عارف بتاع الاداره والكلام ده كله عارفيني وعارفين مامتهم، وانا بروح اشوف ولادي اخبارهم ايه، ولو في مشكله بروح احلها لهم. يعني فلا، التربيه شيء ممتع. مين اللي قال لك لا مش ممتع؟